عروس فقدت بصرها ليلة زفافها. نعم. الكل يفرح لهذا اليوم، كل البنات وأم البنت وخالة البنت والكل يجمع من أسبوع أو 10 أيام استعدادا لهذه الليلة. وكما تعلمون الآن صلاة الأفراح اللي فيها المناسبة هذه يصير الدور الثاني غرف خاصة للمكياج وتصفيف الشعر وكذا، وتجيهم لصف الشعر وصاحبة المكياج وخواته وخالاته كلهم يشتغلون في الدور الثاني. فبدأت يعني من بعد العصر العروس تتجهز للأمر هذا، وفعلا وكل شوي داخله عليها خالتها، عمتها، أختها، بنت خالتها، بنت أخوها، زوجة أخوها، والكوافيرة والجمال، وكل شوي يزيد جمالها، جمال تلك العروس. أي بعد فترة يعني تقريبا يعني نقول 10 بالليل تجهزت العروس، فطلبوا عاد من خواتها وخالاتها أن يشوفون الطلة الأخيرة قبل لا تنزل إلى المحتفلين. جو خالاتها وعمتها، وآخر من جاء اللي كان موجودين هو الكوافيرة مع أمها. فأمها قالت: شو غير عيونك؟ يعني من باب المزاح، شو اللي غير عيونك؟ قالت الكوافيرة: لا، هذه يعني عدسات خضر ركبناها. قالت: خلاص إذا ننزل. الأم نزلت في الدرج. على ما نزلت العروس تقول للكوافير: ليه طفيت اللمبات؟ ما طفيت اللمبات، اللمبات موجودة. قالت: أنا ما أشوف شيء. اتصلت على أختها الكبيرة، قالت: تعالي. جت قالت: أختك ما أدري ايش فيها. ايش فيك؟ قالت: ما أشوف شيء. وشو أسوي حركة؟ ما أشوف شيء أبدا. أي صار لغط وصار امش تعال. جت الأم، جت الخالة، جت استدعوا الأب. قال: شو الحل؟ ايش فيك يا بنت؟ ايش جاء؟ قالت: ما أدري، فجأة كذا اللمبات ما صرت أشوفها. تشوفين الآن؟ قالت: ما أشوف شيء أبدا. أي. فجاء الأب والأم، جت أم الزوج: شوف البنت قدام عينك، طالعيها، شافتها؟ قالت: ما أنا شافتها اليوم المغرب زينة جميلة وزينة. قال الأب: استدعوا الزوج. جاء الزوج، جاء أبو الزوج، قال: يا أخوان، ترى هذه الآن العروس قدامكم، ما أدري وش اللي جانا، وش جاء البنت من قبل نص ساعة، تشوف الآن ما تشوف، والرأي لك يا ولدي. قال: لا والله أنا يعني ايش تبي تسوي؟ قال: والله ما أدري، البنت ما راح تنزل للصالة، ما نقدر ننزلها، ما نقدر ننزلها. قال الزوج: أنا أبى أخذها للفندق، أبى أخذها الفندق، أبى أخذ زوجتي وأطلع الفندق ولو هي عمية، أبى أخذها. يقول أخذها وتعذر وقال إنه جتها أزمة صدرية وكذا، واضطرينا نوديها وإن شاء الله تبتجي آخر الليل. أي. فأخذوها وعاشت مع زوجها، واضطر إنه يجيب شغالة لها ويخدم البيت واستمر على هذا الحال 7 سنين، ورزقها الله ولدين وهي عمية. وفي تعاطف من البيت، نطبخ لك، نجيب لك، نودي لك. نعم. قالوا يمكنها من الكوافيرة في البداية يعني، واخذوا من اثر الكوافيرة: اشربي، غسلي، ما في شيء ابدا. بعد 7 سنين كذا تقول الساعة 10 الضحى قبل الظهر اتصلت اختي تقول اختي الكبيرة اتصلت، قالت: يا ام فلان؟ قالت: نعم. قالت: ترى امي تطلب الحلم، توفت امي الان، الله يرحمها، الله يغفر لها، الله. تقول بمشي كذا والعيون فتحت. لا اله الا الله. فتحت العين، عيونها فتحت. فسبحان الله، ترى حتى من القريب ربما الانسان يعني مثل ما يقول ينظر حتى نفسه، لا اله الا الله، ويحسد نفسه، مو بس على ولده. لذلك مثل هالمواقف هذه لا تتوقف عن ذكر الله، عن مشيئة الله، عن تبارك الله. وهذه ترى في أمثال كثيرة في المجتمع من القريب والبعيد كذلك، الزمن البعيد والزمن القريب، يحصل على الولد وعلى البنت ومن الأم ومن الأب. فأحببنا أن نورد هذه القصة
لأجل الناس يذكرون الله سبحانه وتعالى حتى على أولادهم وهم صغار أو كذلك كبار.